كده دي طريقه البطاطس، وقلنا على انك ازاي تشتري بطاطس نوعها كويس، وازاي تخزني البطاطس اللي نوعها عيش، وكل ده في الفيديو. خشوا بقى اتفرجوا عليه. والبطاطس نقضناها، طلعنا منها اللي هي فيها حاجه زي كده. السلام عليكم يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير في احسن صحه وحال، ويبارك لي فيكم. وما تنسوش لي المشاهده الحلوه التحتيته واللايك الجميل. وهنعمل النهارده مع بعض بقى تخزين البطاطس اللي احنا هنفرزها في طوبه. الطوبه دي يا جماعه التخزين فيها حاجات حلوه، نخزن فيها السمنه الزبده، نخزن فيها البطاطس، البسله، الحاجات اللي هي الخضار الجميل بتاع الشتاء ده. احنا جبنا البطاطس دي ازاي؟ احنا جبنا البطاطس، اشترينا البطاطس ونقناها. المفروض كده تنقيه حلوه. نجيب البطاطسيه اللي فيها طينه السودا دي، اما اللي فيها رمل ما تجيبهاش، لان اللي فيها رمل دي ما بتعيش اسبوع على بعضه وبتبوظ. الطينه السودا دي هي دي البطاطس اللي معموله في الارض الطينيه. عملنا في البطاطس يا جماعه؟ البطاطس دي نقناها من غير ما تبقى فيها اي حاجه متعوره، اي حاجه فيها حته مقطوعه، اي حاجه فيها حاجه كده. ونروح ماسكينها حاطينها في الشمس 3 4 ايام، حاطينها في البلكونه، قصدي في الهواء 3 4 ايام، مش في الشمس يا جماعه. ونروح لما تنشف كده وتعضم، البطاطس تنشف وتعضم معاكي، روحي عامله كده، جايبه النشا ومبدراها، وهرصها في كرتونه طبقات، وبينهم وبين بعض لا كرتونه لا مناديل لا ورق الجورنان، اي حاجه عندك هتحطيها على البطاطس. وهتبقى اسرع طريقه تفريز بطاطس. وعرفنا ازاي نشتري البطاطسايه الناعمه اللي هي المطوله الجميله دي كده اهو، وننقط منها البطاطسايه لو في واحده مجروحه حاجه مش حلوه هنشيلها. هقول لكم البطاطس دي بطاطس نوعها البطاطس دي سبونطه، البيضه الطويله دي اللي هي بتبقى بيضه ومطوله، دي بتبقى اسمها بطاطس سبونطه. دي احلى حاجه للتخزين وفي الاكل كمان جميله، البيضه الطويله دي. ليه؟ انها بتبقى بطاطس بتتزرع تقريبا في ناحيه بحري كده، فلاحي من على اصله بقى. شوفوا البطاطسيه طول وعليها بتبقى طعمها في الاكل كمان مرمله وحلوه قوي، يعني حتى في الاكل بتبقى مرمله. هعبي في الكرتونه واحط معانا النشا كده بيعيشها، وخليها عملناها معاكم السنه اللي فاتت والسنه اللي قبليها، بس بحب اجدد لكم كل مره. معايا كرتونه فرشه فيها كرتونه، هرص البطاطس جنب بعضيها كده اهو، واحطها في الكرتونه، واعمل واجي بعد كده على الرق التاني. شوفوا ببدر من بشيلها كده واحط البودره بتاعت دي بقى. لما يكون في الفلاحين يا جماعه بيفرشوا تحتها قش الرز، لو حد عارفه بيعيشها برده، ويحطوا لها برده النشا دي، تفضل قاعده عندهم طول السنه بالزرع، بس ما بتضربش. هنا الطبقه كده وحطينا عليها نشا كتير كده اهو. النشا ده بيسحب الرطوبه اللي في الحاجه، ما يخليهاش تبوظ معايا. ممكن احط بقى كرتونه تاني عليها كده، واروح حاطه طبقه تاني. ودي البطاطس بتاعتنا. عايزه بقى تخزني شويه بحاله، خزني يعني كل شويه كده تجيبي حبه تخزنيهم، خزني. وكده هنحط عليهم برده، نقفل عليهم بورق تاني. ويا جماعه اهم حاجه في نوع البطاطس اللي يتخزن، مش اي بطاطس بتخزنيها، اهم حاجه تكون البطاطس سبونطه، بطاطس ارضها سودا، طينتها سودا، مش طينتها الرمله بتبوظ، عشان ما حدش يعملها ويدعي علينا. وكده البطاطس بتاعتنا شايفين بالمنظر ده خلصت. ونقفل عليها بكرتونه برده تاني، ونسد الكرتونه ونسيبها في اي مكان تفضل معاكي فتره طويله. اما هتخزنيها بطاطس من اللي فيها رمل، يبقى انسي بقى، اسبوع بالظبط هتلاقيها باظت.